السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا هعمل لكم اكله سعوديه، هنعمل كبسه كله في حله واحده. مننساش كده اللي ما اشتركش معايا في القناه يشترك ونصلي على النبي، ويا ريت تحطوا لايك حلو وتعليق حلو زي دلوقتي. اول حاجه انا عملتها، انا حطيت مكعب سمنه، هنزل عليه بنص كميه البصل دي، مش هحطها كده. علي عليها النار شويه. انا معايا هنا فرخه حلوه مقطعاها، ومعايا هنا صلصه طماطم انا ضرباها في الكبه يا جماعه من غير ميه، لازم تكون مركزه. ومعايا هنا بهارات الكبسه، ومعايا بابريكا، ومعايا ملح، ومعايا قرفه خشب وده خلطه الكبسه بتيجي جاهزه، بس ما جاش فيها قرفه خشب، انا عندي قرفه خشب اللي هي السيجار يا جماعه. كده زي ما احنا شايفين البصله دبلت، هنزل عليها بمقدار الفراخ اللي انا عايزه اسويه. بسم الله الرحمن الرحيم. مش كله عندي يا جماعه ياخدها ياكل الفراخ بتاعته بالخلطه كده. هنزل عليها دلوقتي بالبهارات بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها. ههد عليها سنه صغيره مش قوي، واغطيها 3 دقايق وارجع لها تاني. كده يا جماعه نقلبها الناحيه التانيه. ايوه ما شاء الله الخلطه بتاعت الكبسه مع البصلايه اللي بتتحمر مع الفراخ طبعا. المرحله دي يا جماعه هضيف لها الصلصه بتاعتي اهو. شايفين تقولها طبعا معلهاش ميه يا جماعه، لازم تكون مركز. هغطيها برده 5 دقايق وارجع لها تاني. نسيت يا جماعه احط لكم القرن الشطه الاخضر الحلو ده، هو بارد على فكره مش حامي. وهنا ما شاء الله اهي، هاتي يا صفوه في الارضيه تحت البصلايه يا جماعه شوفوا عامله ازاي، ما شاء الله اتكرملت مع الخلطه. كده بقى هزودها الميه علشان تغلي وعشان نعمل الرز. قلنا طبعا كله مش هياكل رز بسمتي، الفراخ في الرز البسمتي، فهنا انا بعمل شوربه لسان عصفور يا جماعه. الجو بدأ يبرد ومحتاجين شوربه. كده انا حطيت زودت شويه ميه، اسيبها كده بقى. صفو عماله تشم في ريحه، بتقولي سيب الغطا مفتوح شويه اما نشم. يلا هغطي بقى. حمر لسان عصفور، انا جايبه ب5 جنيه لسان عصفور يا جماعه سايب، مجبتش كيس. وعندي مفاجاه لكم في الرز البسمتي ده هقولها لكم بس مش دلوقتي. خلينا مع بعض واحده واحده. كده لسان العصفور بتاعي اهو اتحمر، نضيف عليه بصلايه وطماطمايه مع الفراخ بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. دي فرخه انا مقسماها يا جماعه، فرخه قسمتها هنا مع شوربه لسان عصفور ومع الرز الكبسه السعودي.
هتطلع الميه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اللي ناقصنا هنا البهارات بس. اتلسعت طبعا. حط البهارات كده، الملح، فلفل اسمر، حبهان. هسيبها تاخد وتدي مع نفسها بقى، وابقى اوريها لكم بعد ما كده يا جماعه. اهي ما شاء الله على الريحه. هي طبعا الفراخ لسه عايزه شويه، ما استوتش قوي، فانا هطلعها. شايفين طبعا اللون. استنوا اجيب معلقه كبيره. غيرت المعلقه يا جماعه عشان المعلقه دي السيليكون بتزحلق انا مش عايزه الفراخ بتاعتي تتبهدل معايا، ما تتهراش في قلب الرز. فانا دلوقتي شيلت الفراخ كده اللي موجود معايا في الخلطه زي ما انتوا شايفين، وشايفين لونه. ثواني معايا. ده يا جماعه رز مصري، مش رز بسمتي، ده رز مصري رفيع، حبه رفيعه، يا دوبك غسلته بس. ده بياخد كميه ميه رهيبه، فان شاء الله هيطلع معايا في الكبسه 10/10. هفرغه دلوقتي. انا قلت الفراخ لسه نص سوا، الفراخ ما استوتش يا جماعه لسه، ما خدتش السوا الكامل بتاعها. كده يا حبايبي الرز اهو زي ما انتم شايفين، زي ما هو كده بالظبط. مش هعمل فيه اي حاجه تانية، يا دوبك قلبته في الخلطه. هجيب بقى الفراخ بتاعتي واحطها على الوش. مش يا جماعه مش هنزلها تحت، هسيبها كده على الوش بس، واغطي الحاجه يا جماعه. ههدي عليها نص النار كده، ههدي عليها نص النار واسيبها تستوي براحتها، مش هستعجل عليها علشان ما اضطرش ان انا اقلب الرز وانزل الفراخ تحت. فانا ههدي النار عليها نص واسيبها تغلي، وارجع لكم ان شاء الله لما تستوى تشوفوها عامله ازاي. كده النار هاديه النص يا جماعه على الرز، وما تعلوش عن كده. حبايبي اهي، انا لسه والله ما عملت فيها اي حاجه، يا دوبك قلقلت البنسه دي. هشيل بقى الفراخ بتاعتي، يا ما شاء الله استوت اهي، باينه قدامكم اهي. هشيل الفراخ بسم الله بالراحه يا جماعه، عشان الحاجه ما تهرش مننا، عشان الفراخ هتتحمر لوحدها. يا ريت يا جماعه اللي ما صلاش على النبي يصلي، واللي ما اشتركش معايا في القناه يا ريت يشترك. وعلى فكره لسه ما تردتش، انا لسه مهديه عليه دلوقتي حالا. ثواني بقى واقلبه لكم. قولوا ايه رايكم فيه وايه رايكم في لونه. وهيبقى ده اول اشتراك مصري سعودي يا جماعه، اول كبسه مصري سعودي.
عشان مفيش واحده تيجي تقول انا الرز البسمتي غالي ومش عارفه اجيبه للعيال واطبخه. اهو برز مصري وهوريهولكم وانا بغرفه لان هو لسه ما اترددش. كده يا حبايبي شوربه لسان عصفور اهي ما شاء الله اهي، والفراخ استوت اللي فيها هتتحمر بس. وهنا فاصوليا اللي هي الفاصوليا البيضه، انا عملتها معاكم قبل كده كتير يا جماعه، فعشان كده انا ما صورتهاش، عملت لهم مع الاكل فاصوليا بيضه. يا جماعه صفوه مصممه عايزه تعملوا زي الكبسه السعودي بالظبط، وعايزه مكسرات وزبيب. بعتها جابت وجابت. الزبيب كنت نقعاه شويه يا جماعه كنت نقعاه شويه في ميه، كنت نقعاه في ميه شويه وادس تاني. كنت نقعاه يا جماعه عشان الزبيب يفشل، قربوا منه عشان يفشل زي ما شايفين. كده خلاص اطفي عليه. حلو قوي. ده الرز بتاعي اهو ما شاء الله. والله العظيم انتوا ما انتوا شامين الريحه، نفسي تشموه. ومعانا هنا قرن الشطه ده حلو ده، ومعايا كمان واحد احمر حراق. نحط المكسرات يا جماعه. صفوا بقى تعمل لكم ريلز وتقول لكم الطعم عامل ازاي. كده ما هي يا جماعه قولوا لي ايه رايكم. وصفوه تعمل لكم ريلز وتقول لكم الطعم عامل ازاي. هاكل معاكم الكبسة السعودية. عظمة.